مساء الخير كل متابعين قناة أسرار كهرمانة، أهلا وسهلا بيكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب ونفعل الجرس عشان كل ما نزل حاجة توصل لكم. حط شخص في دماغك وشوف الرسالة اللي هو عايز يقولها لك ايه. يبقى هنحط شخص في دماغنا ونشوف الرسالة اللي عايز يقولها لنا ايه. تمام. الشخص ده كان في بينك وبينه فراق، او الشخص اللي انت عايز يوجه لك رساله بيقول لك ان هو ندمان جدا على كل اللي عمله فيك وعايز يعمل معاك معاهده جديده او بدايه جديده. اخيرا انت بعد ما كنت عايش في فتره من الصراعات والتعب النفسي الشديد، اخيرا الدنيا هتبتدي تتصالح معاك وهتبتدي تبص لك وشمس الحياه هتبتدي تدخل في حياتك من تاني. الشخص ده ممكن يكون مسافر او يكون بعيد عنك او في محافظه بعيده عنك. الشخص ده اخيرا جات له صحوه روحانيه او جات له صحوه كده بعد حاله من التامل والمديتيشن. كان بيعملها على نفسه كتير واكتشف ان هو خلاص ما بقاش قادر يستغنى عنك. الشخص ده راجع رجوع بقوه جدا. انت عندك نصره والكارما الحمد لله اتحققت في ان الشخص ده ندم على كل حاجه عملها معاك وجاي هيفتح ايده بالحب ونفسه ياخدك ويبعد بيك. الشخص ده بيفكر ان هو ياخدك او يرسم العلاقه بالزواج وياخدك ويبعد بيك عن كل الضغوطات النفسيه وكل التعب النفسي اللي كنتوا مارين بيه. هو كان عايش في حاله من التردد وعدم صحوه الضمير، بس كرامتك اشتغلت عليه والشخص ده خسر خسائر كتيره جدا وعرف قيمتك وعرف ان سبب كل الفشل اللي في حياته هو بسبب ظلمه ليك. والشخص ده خلاص فاق وهيرجع بقوة وهيقول لك ان هو عايز ياخدك ويبعد بيك بعيد ويبتدي معاك بداية جديدة. القراءة دي تنفع للاشخاص المنفصلين او اللي كان بينهم زواج او ترسيم للعلاقة رسمي وبقوا منفصلين. شكرا.